السكن ونرجع زي ما كنا الأول. كمان معانا رسالة صوتية تانية، نسمع. مساء الفل. أنا ابني ما بيعمرش في شغل، يعني عمره ما عمر في شغلانة أكتر من 3 شهور. ده لأنه دايما شايف نفسه إنه في المكان الغلط، وإن كل اللي حواليه أحسن منه، سواء أصحابه أو أخواته. وكمان شخص متردد جدا، لما كنت أطلب منه مثلا يختار ما بين حاجتين ما يعرفش ياخد القرار. كان دايما يشوف أخوه بيعمل إيه ويقلده. مش عارفة يعني ده ايه. حتى موضوع الجواز شايف انه لو تقدم لواحدة ايه اللي هيخليها توافق، يعني ما مش شايفة نفسه اي ميزة. هل احنا السبب في دوت انه مش واثق لا في نفسه ولا في امكانياته، ودايما حاسس بالنقص، ولا هو مريض ومحتاج اعرضه على دكتور نفسي؟ يعني بالشكل ده شخص زي ده مش هيعرف يفتح بيت. المشكلة هنا لها جزئين، أنا مستغربة إن هما شوية عكس بعض. في الأول لما قلتيلي إن هو ما بيقعدش في شغلانة أكتر من 3 شهور وبيبص للي حواليه، جه في بالي إن هو شايف نفسه أعلى من الباقيين، إن عنده غرور وثقة في نفسه زيادة، إن هو ممكن يشتغل أحسن من كده ويبقى في مكان أحسن من كده. وبعدين أنا اتزاولت بقى تاني لما قلتيلي إيه، إن هو شايف إن ممكن عروسة ما تقبلوش أو مش عارف ياخد قرار، أو إن شخصيته بقت ضعيفة. الشخصية الضعيفة أكيد أنتوا سبب، جزء على الأقل من الأسباب، وجزء مش قليل كنتوا أنتوا سبب فيه. لكن موضوع إنه ما بياخدش قرار، أنتوا برضو عودتوه إنه ياخد، إن هو كل قرار عاوز ياخده لازم حد ياخده له. اللي أنا شايفاه دلوقتي إن هو يعمل 3 حاجات. أول حاجة، لما يكون هياخد قرار في أي حاجة ما تساعدوهوش، ولو القرار غلط ما تلوموهوش، ولو القرار صح ما تشجعوهوش. خليه يبقى الطبيعي في حياته إنه بياخد قرار. هو مش طفل إن هو لو خده حلو القرار نقول له برافو حبيبي، ولا إحنا كمان بنعاقبه لو خد قرار غلط. ده جزء كبير من العلاج. الجزء التاني موضوع شغله. إحنا محتاجين نبدأ نوريه صور تانية لناس بدأت في وظيفة مش كويسة قوي، وبعدين راح للوظيفة الأعلى، فالأعلى في الأعلى، فيبدأ هو يشعر إن الوقت بيتغير، الدنيا ما بتقفش مكانها. لما يجي يحكي نقول له تمام، بس عارف لو صبرت نجرب شوية كمان، نجرب شوية كمان، واحدة واحدة هيتعود على وجوده في مكان. وفعلا هو لو قعد في مكان الطبيعي إن هو هيعلى، مش هيفضل قاعد مطرح ما هو طول عمره. الحاجة الأخيرة، موضوع إنك أنت تعرضيه على دكتور ولا لأ. أنا عايزة أقول لكم حاجة، الدكتور النفسي ملوش أي قيمة لو المريض نفسه مش عايز يروح. لازم هو اللي يبقى عايز يروح. لكن تقولي له أنا أخدك أعرضك على دكتور بصرف النظر هو موافق ولا لأ، طبعا ده مش هيجيب نتيجة. ممكن تتكلمي معاه، لو وافق هيأثر المشوار بتاعنا قوي في العلاج والنتيجة، ولو ما وافقش هنكمل زي ما احنا. وبرضه مش عايزاكي تقولي الجملة دي دلوقتي لأن هو مش واثق في نفسه كفاية. فأنا خايفة كمان لما تقولي له أول حاجة أوديك لدكتور نفسي تبقى خلاص قضيتي عليه بقى، حس بقى إن هو مريض كمان. فلا، احنا نبدأ العلاج زي ما أنا قلتهولك، وبعد شوية نقول الفكرة. قولي له إن احنا عندنا صفحة، خليه يتفرج على البرنامج، يمكن يكتب لي هو لوحده على الصفحة ورد عليه وتبقى اتحلت. معانا مداخلة نسمعها كده لو سمحت. ألو، مساء الخير يا دكتورة. مساء النور. أنا جوزي عايزني أهتم بيه طول الوقت، وإلا أبقى ما بحبوش،
ويبتدي بقى يتخيل إني ممكن أحب حد تاني غيره، وممكن يعمل مشكلة على أي حاجة، وبيشك فيا طول الوقت. بيغير من علاقتي بإخواتي البنات أو أي حد أتعامل معاه. دايما يراقب موبايلي ورسائل الواتساب، رغم إني ما بشتغلش وما بخرجش إلا للضرورة القصوى. طول الوقت حاسس إني ممكن أسيبه وأشوف أي حد تاني أحسن منه. وكمان في شغله بيأذي زمايله، يعمل لهم مشاكل لو بس حس إن حد بيفهم أكتر منه شوية. دايما حاسس إنه مش سادد في مكانه، في البيت أو في الشغل أو حتى في العيلة. طول الوقت شايف إخواته أحسن منه. أنا بجد مش عارفة أتصرف إزاي معاه. هقولك يا ستي، جوزك مش حاسس إنك بتحبيه كفاية. جوزك بيحبك أكتر ما أنتي بتحبيه بكتير قوي. جوزك من كتر ما بيحبك وأنتي مش قادرة تقدمي له الحب بالطريقة اللي هو مستنيها، بدأ يغير إن أي حب تديه لأي حد حتى لو كان أخواتك. ده عيب الحب. بس كمان أنتي بتاخدي الميزة بتاعته. حبيه أكتر من كده، وبلاش تحبيه أكتر من كده. اظهري حبك اللي موجود بطريقة تانية. ده جوز بيقول اهتمي بيا. يا جماعة دي حاجة كويسة قوي إن جوز يقول لمراته اهتمي بيا. ده معناه إن هو مهتم بيها وعايزها هي، مش أحسن ما يسكت وما يقولش حاجة وما تلاقيهوش معاكي أصلا. عبري عن حبك أكتر، شوفي مزاياه أكتر، حبيه أكتر. ساعتها كل حاجة هتقل. هيقل شكه، هتقل غيرته، هيقل كل حاجة هو بيضايقك فيها. معانا رسالة مكتوبة بتقول: أنا متجوزة ومخلفة، لكن أنا وجوزي بقالنا فترة مفيش علاقة بينا. تقصد العلاقة الخاصة. أنا كنت فاكرة إن ممكن يكون يعني طبعا راعوا يا جماعة إن أنا بقرأ على الهوا يعني. هي عايزة تقول إنها كانت فاكرة إن هو غير قادر زي الأول يعني. فبتقول إنها اعتبرت إن ده موضوع وحصل وخلاص. قالت أنا مش هحرجه وهسكت وأعيش مع أولادي، والحياة مش كلها بتبقى كل الاهتمامات موجودة فيها. المشكلة إن أنا اتفاجئت إن له علاقات كاملة بره البيت، واتأكدت من ده. أنا مش قادرة أعرف إشمعنى أنا اللي هو كده معايا. هو كده معاكي ليه؟ أنا هقولك بعض الأسباب، والأكتر منها ابعتيلي على الصفحة عشان أديكي تفصيل أكتر. هو كده لأن ربما أنت من غير ما تاخدي بالك ما قدرتيش تديله الإحساس قد إيه هو راجل جميل ومرضي زي التانيين ما بيقولوا له. يمكن لما بدأتي علاقتك معاه كنتي صريحة برضو زيادة عن اللزوم، وده دايما مش مطلوب، على الأقل في الفترة الأولى. ممكن تكوني مش مهتمية بنفسك بالطريقة اللي هو عاوزها. يعني إيه؟ يعني ممكن يجي يلاقيكي فعلا على سنجة 10 ولابسة هيلز عالية وعاملة ميك اب وكل حاجة، بس هو كان نفسه يروح البيت يلاقي واحدة لابسة له دلع. عايز يروح البيت يلاقي رؤى مستنياه. مش يمكن هو عايز كده؟ ما تشوفي انت ايه اللي هو بيجذب انتباهه حتى لو في فيلم بيتفرج عليه. انت ممكن تكوني رائعة في كل حاجة بس مش هي اللي عاوزها. شوفي لو بتتفرجوا على فيلم، مين الشخصية أو الوحدة اللي بيشوفها الله دي حلوة؟ اللي بتعمل إيه؟ لو شعرك قصير وبيحب الطويل ركبي اكستنشن. لو شعرك اسود أو أصفر وبيحب اللون التاني غيريه. بيحب الفرفشة والضحك اقلبيها له نايت. ده جوزك، ده جوزك. اعملي